أيامكم بالخير والبركة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لجمال حضوركم أصحاب الكلمة والفكر والموقف. كل التقدير والمحبة لقصة الثقافة ومديرها الأستاذ والإعلام القدير علي عبد الكريم لتقديم كل الأمور اللوجستية لهذه الأمسية والمشاركة بها. أصدقاء الكلمة الحرة، عشاق الحرف الذي لا ينحني، مساءكم أدب يتوهج. قوي لو ناصي لو عالي. نجتمع هذا المساء لنحتفي بقامة أدبية وإعلامية عراقية حملت هم مدينتها كما يحمل الكاتب قلمه، لا ليمدح بل ليكون شاهدا على التاريخ. رجل لم يكن عابرا في المشهد الثقافي بل كان شاهدا وصانعا وفاعلا فيه. نحتفل الليلة بالروائي والقاص والإعلامي والصحفي ابن الناصرية، ابن ذي قار، الأستاذ عبد الجبار عبد الستار عود الحمدي، الاسم الأدبي عبد الجبار الحمدي، والإصدار الأخير لروايته العوالم السبع الجزء الثاني. منذ أن نشر أولى مساهماته الأدبية بقصيدة عذاب الفراق في جريدة الأنباء الكويتية عام 1987 كان واضحا أن الحرف لديه ليس هواية بل هواية عابرة بل قدر طويل. ثم توالت القصص والمقالات والمشاركات حتى أصبح اسما حاضرا في الصحف العراقية والعربية من بغداد إلى لندن. لم يكن الأدب عنده معزولا عن الحياة، فكما كتب القصة أسس الصحيفة، وكما صاغ الرواية ساهم في بناء مؤسسات إعلامية، وكما حلم بالكلمة عمل على تطوير مهارات الإعلاميين وتنقل بين العراق وإيطاليا ولبنان حاملا مشروعا ثقافيا يؤمن بأن الإعلام رسالة وبأن الأدب موقف. أسس جريدة الناصرية اليوم وأدار عراق المستقبل، وشارك في تدريب الكوادر الإعلامية، وكان عضوا فاعلا في مؤسسات ثقافية عربية ودولية. أما في عالم السرد فله محطات روائية وقصصية بارزة، منها قرصون بهلوان، خيوط وهنة، المطربش الجديد، شرلي، مدينة الحظ، حب في زمن الإرهاب، العوالم السبعة الجزء الأول والجزء الثاني الذي نحتفي به، لورد، مناجم الفحم، وغيرها من الأعمال التي تقرأ الواقع بعين فنية وتكتب الإنسان قبل الحدث. إننا أمام تجربة متعددة الأبعاد، أدب، إعلام، وعي مدني، ومساهمة حقيقية في المجتمع. فلنرحب جميعا بكل المحبة والاعتزاز بالأستاذ الروائي عبد الجبار الحمدي ليتفضل المنصة. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. أهلا وسهلا، حياك الله. الله يحفظك أستاذ. استريح. أهلا وسهلا بالأستاذ كريم فاضل الروائي. خلينا نقول شاب أو صبي يحب القراءة. أنا كنت مطلع بالقراءة من كنت يعني صغيرا، فكانت بداياتي قراءة شعر نزار قباني والشعراء اللي هم الحداثة. فكانت روايتي أو قصتي في جريدة الأنباء لعذاب الفراق، كانت أول قصيدة كنت أكتبها. ما عندي خبرة بالأوزان الشعرية أو طقوسها أو أبعادها، لكن هي كانت هاجس حاولت أجرب، وفعلا نجحت من خلال الأستاذ حسن عوارة، أتذكره كان مسؤول القسم الثقافي في جريدة الأنباء. فكتبت هاي القصيدة اللي هي كانت من وحي الحقيقة نسج الخيال.
لكن إني أنا أتوقع إني أستمر أو لا، هذا كان في علم الغيب، لكن الشغف اللي كان داخلي يدفعني إني أستمر للقراءة والمتابعة حتى تكون عندي فكرة ناضجة، إلى أن تحولت إلى ما تراه الآن. ابداع مستمر ان شاء الله. الله يسلمك. استاذ عبد الجبار، كيف انتقلت من القصيده الى القصه الى الروايه باسلوب شيق؟ يعني عمليه التنقل كيف كانت؟ مثل ما قلت يعني سابقا، هي القراءات، لكن القراءات متعدده. الانسان لما يقرا يجد ان يجد نفسه في اي مكان في تلك الفتره، عليه حينما يختار ان يكون بهذا المجال يجب ان يتخصص. فكانت القراءات يعني الادبيه تستقطبني اكثر من الشعر، لان الشعر يحتاج الى ادراك ووعي اوسع عن ككتابه يعني بيوت شعريه، خاصه اذا كان مقفى. اما الحديث والنثر هذا كان بسيط، يعني مجرد خواطر او الى ذلك. فاختاريت الادب من خلال الروايات اللي كنت اقراها، يعني الادب الروسي، الادب الانجليزي، ارنست هيمنغواي، ديستوفسكي، فيكتور هوغو، كثير يعني 100 عام من عزله، جابرييل غارسيا، كل هذه الكتب كنت يعني اخزن بعقلي وذاكرتي الى ان نمت. فجربت حظي في القصه القصيره، فالحمد لله والشكر لاقت رجاء. كانت قصه قصيره ما تتجاوز 10 اسطر في البدايه، بالتالي تطورت الى ان وصلت الى اني جربت اني اكتب روايه، والحمد لله يعني استمر التتابع. الحمد لله الحمد لله، كان ابداع. الله يسلمك. استاذ جبار، بعد احداث 2003 كان الوضع جدا صعب والرؤيه غير معروفه. اسست صحيفه، كيف كانت المعاناه؟ كيف كانت البدايات؟ العوائق اللي ممكن صادفتك فيها؟ هي حقيقه كانت فعلا معاناه. 2003 ما كانت اكو صحف تطلع، والعراق متوقف تقريبا مشلول، فكنت الجا الى اسوي بروشوره اول مره صغير، ثاني الى صحيفه ورقيه اللي هي A4، وكانت اول واحده كتبتها انا اتذكر سميتها المستقبل، اللي هي على اسم الجريده الثانيه. فكنت اطبع 8 صفحات ورقيه، وانا كنت عند عمار سهل بمكتبته اتذكر، كنت اطبعهن في مكتب الاستنساخ ايضا، اطبعهن واجمع الاخبار. كانت صعوبه تجميع الاخبار، يعني خطوره الوضع، وحتى الطرق كانت مليئه ببعض المتفجرات، لان كانوا يذبون يعني خاصه الامريكان. حتى اقلامه وصلت مرحله اقلامه يخلون بها. فالى ان فتره عرض علي مشروع في الصحيفه، فصارت مداولات الى ان توصلت. طبعا كان المشروع اجنبي وليس عراقي، فكنا نطبع الجريده في بغداد. تعرضنا الى مخاطر السفر والرعب، طبعا هذا اللي كنا نعاني منها، الى ان نضجت فكره الناصريه اليوم. وما كنت انا مدير التحرير بها، وانما نائب رئيس، لان ليس متفرغ بسبب عملي اخر في المحافظه كمدير اعلام ايضا ومحلل لبعض الامور السياسيه. فالحمد لله والشكر نضجت الفكره، وكانت يشتغلوا يعني معي، انضموا فريق عمل في الجريده، الى ان يعني هي كانت مشروعها 30 عدد نصف شهري. نعم. والحمد لله يعني هي رسميه مخوله من نقابه الصحفيين العراقيين، والحمد لله يعني لاقت رواج الى ان توقف التمويل وتوقف المشروع معنا. ماكو زمن لاعادتها او فتره لاعادتها؟ حقيقه لا، محاوله ثانيه كانت اللي هي عراق المستقبل. بعد فتره جاء فريق اخر فبحث عن الناس اللي عندهم اساس يعني في هذا المجال، دخلوا مجموعه من الناس، سووا جرائد بالناصريه ومقابلات كانت سريه وغير سريه، الى ان وقع الاختيار مره ثانيه علي انا، يعني في اصدار جريده، فسميتها المستقبل على الاسم الاول. وخذت ايضا هاي نبحث عن المستقبل، احنا ما زلنا نبحث عن المستقبل. 28 عدد. نعم. استاذ عبد الجبار، مدينه الحظ خضعت للدراسه النقديه الذرائعيه، ماذا كنت تريد ان تقول في مدينه الحظ؟ الحقيقه كثير من الناس عرضوا علي حتى من خلال مقابلات تلفزيونيه، يعني ماذا تريد من مدينه الحظ؟ هي اساس الفكره كانت من نسج الخيال، يعني عالمنا احنا كان عالم حروب وعالم يعني ما في استتباب امني ولا استتباب نفسي ولا روحي، فكان الرابط بين كل هذه انا برايي كان الحب. فالحب هو اللي يقرب الناس الى بعضها البعض يعني.
فكانت مدينة الحراب ما أبحث عن المدينة الفاضلة بقدر ما أبحث عن المدينة التي يجمعها الحب لقضاء ومهام ممكن أن تنجز مستقبلا ما يراه الإنسان العاقل المدرك للإحساس الإنساني والبشري. الإنسان بدون عاطفة بدون حب ما ممكن يكمل رسالته في الحياة. وكانت مدينة الحرب أن تبحث عن شخصيتين بين الحب والكره، وبين العدالة والغير عدالة، كذلك الشر والخير. حب في زمن الإرهاب، يعني ثنائي متناقض جدا. كيف وزعت التناقض هذه الأحداث الرواية؟ طبعا كل حتى اي روايه اي قصه لازم بها قطبين، يعني اذا ما يكون حب مثلا نعم لازم. نعم. فكانت حب في زمن الارهاب. طبعا اكثر الوقائع من ادانا حقيقه يعني واقعيه اخذتها قصيتها من بعض الناس اللي كانوا على تماس معاناتهم كذا، وهي تدور حول احداث 5 دول: مصر والسعوديه والكويت والعراق يعني او الاردن. كيفيه التواصل في كان دعم الارهاب من خلال دواعش وغير دواعش وكذا، الى ان حاولت ابين ان كما ارجع لمدينه الحرب ان الحب لما يجمع بين طرفين سني وشيعي في ممكن ان يتخلى عن كل القيود، ان الحب هو الذي يجمع الانسان حتى لو كان في قطبين مختلفين. وكانت هذه الروايه رغم المعاناه والدم والحروب لكن حب ربما يستمر او لا يستمر، لاني تركت النهايه مفتوحه لان لا تعرف ان هذا كان يستمر او لا. فمن هذا اكيد ما نقدر نقرر بها. نعم. العوالم السبعه، الجزء الاول والجزء الثاني، كيف كانت بدايتها؟ كيف كانت الفكره مالتها؟ يعني لانه كتب حقيقه روايه ضخمه، كان الجزء الاول والجزء الثاني. الحقيقه هاي الروايه احداثها فكرتها جاءت فكره نتيجه حتى نبدا بالدراسه. قراءات، يعني انا قبل عن اي مشروع اريد اكتب اقرا خلفيات الروايات، كتاب في منحى، فوجدت ان هذا العالم اللي هو عالم الماسونيه عالم كتبوا به ناس لكن كتابات غير واضحه غير متباينه بدون ادله بدون قرائن، فاحتاجيت الى كتابه. ومن خلال دراسات ان يعني الماسونيه كانت تستقطب اللقطاء، كل اولاد الحرام اللي هم تستفاد بهم، هي تستخدم هذا النموذج من ملاجئ الايتام اللي هي تصنعها في دول، وكان اكبر ملاجئ للايتام في المغرب يستقطب الاولاد مثل خلينا نقول اللقطاء. هاي بعد التهجير من الاندلس، بعد التهجير اللي صارت فيها الاحداث. شو يسوون؟ يدرسوهم، ياخذون فئات يقسموهم، هذا مثلا جهه خلينا نقول سنيه، هذا شيعيه، هذا كرديه، هذا كذا، يعطونهم الصفات والدراسات والعقليه من هو طفل الى حتى يعني رضيع، فالى ان يستوعب كل ما يعطى له كالكأس، فلما يمتلئ يستفادون من عند خبرة في اغراضهم الشخصيه. وكانت هي من خلال اللي كتبت عن نظريات المليار الذهبي وما احداث بالعالم المواكبه، حقيقه كانت تنبؤاتي يعني كانت تنبؤاتي في مكانها. يعني انا ما اعرف، يعني الله سبحانه وتعالى الهمني ان اكثر تنبؤات في الروايه هذه كانت واقع حقيقه، حتى مال جزيره ابستين جيفري انا كنت كاتب عنه، وفعلا يعني لك علاقه ويا لا لكن من خلال استنتاجات قراءات يعني خاصه، يعني العالم الامريكي والعالم الغربي والاوروبي ايضا الوجه المخادع، بريطانيا الام اللي هي كان هذا كل العالم يدور حول فلكها، يعني فكل ما يدور الدولتين هن كانوا يحكمون العالم برأيي لا زالت الفاتيكان وبريطانيا، رغم ان تشوف المحاربين الوجوه المحاربه غير لا بريطانيه ولا ايطاليه. المحرك الرئيسي نعم هذا كان محرك الماسونيه المعروف. شكرا. وكان الجزء الاول والثاني اتممته الحمد لله. لكن الجزء الثالث ان شاء الله والله حسب حداثه هو مو انا، هي بيني وبينك اكو فكره لكتابه ثالث. بس يحتاج الى وضعيه اخر يعني اكيد ومعلومات اكثر. راح ينتقل للعالم العربي من مدينه نيوم السعوديه اللي هو العالم الاقتصادي الحديث، اللي هذا راح يكون هو البرنامج العالمي للسيطره الهيمنه الاقتصاديه من خلال هذا المشروع. يعني عليكم السلام ورحمه الله. ان شاء الله الى الله سبحانه ان شاء الله ذات غير الحكام بالمنطقه الخليج العربي. الان نبدا بالدراسات النقديه. الدكتور محمد المياحي يتفضل وحياه الله. الله يعزك ان شاء الله.
شربت. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، حياكم الله. هاي للماء. اشرب ماي واحد. على راحتك والله، على راحتك، بس هي اكيد ضمن فتره، ضمن فتره محدده. عليكم السلام، حياكم الله. عليكم السلام. هلا. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطاهرين، صلوا عليه. صلوات على محمد وآله. أخوتي الحضور جميعا، أحييكم وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المايك هو هنا يسمع صوت. ارفع. تريد تلزم هذا المايك على راحتك، بس خلص. لا ذاك لا. هو فيها المي. لا الصوت. ها؟ هذا لا مؤخر عنه وبين هي اليد وين؟ تاخذ الهاندل هذا. طبعا بالبداية لابد من مشيئة إلى قضية لوصف ناتج عن الوعي حتى صدق ما يستمع وأول من كتب على الوعي بلقاء أنا عندي أهل أقول لكل فئة نحن أمام روائي أعتقد بل أعتقد جازما أنه يقع ضمن مصافي كتاب الرواية عالميا، ونحن قرأنا كثير. النفس الذي يتم عبد الجبار الحنين في فن الرواية ليس نفسا محليا ولا نفسا عربيا، ومن خلال الحديث الذي استمعنا له تولدت لدي فكرة، هو أن كما أن دوستويفسكي هو أقرب إلى الفلسفة منه إلى الأدب، فعبد الجبار الحنين هو أقرب إلى أن يكون مفكرا منه أن يكون روائيا. وهذه الرواية تجسد هذه كتابة الرواية عالم كبير، وفي حديث الأيام مع أخوة دكاترة المجتمعين أو أقل تحدثنا عن السرد، واتفق الجميع على أن السرد يبدأ بمقدمة، لكن في حقيقة الأمر أن الخطوة الأولى للسرد تبدأ من الفكرة. أهم قضية في السرد والروائي الحقيقي هو من ينتهي إلى الفكرة. وقلت في نفسي ربما في المنشورات، قلت أن الروائي يشبه الصقر فيلتمس الفكرة ثم يقولبها في تلك العناصر معروفة. حتى لا يدركنا الوقت أتحدث عن مفاصل ثلاثة سريعة إن تمكنت، وإلا سوف أختصر. الرواية أخذ العلم مع أنها نصف سفينة في خصائص وفي تقنيات أيضا، والعنصر الوظيفي يختلف تقنيات، إلى أن الرواية هي في الحقيقة هي قبل كل شيء أو المعنى. أعتقد أن لابد وأن تكون للرواية وظيفة
وهذه الوظيفة جديدة منطلقة من مواكبة روح العصر وهذا الفكر والترقي في التكنولوجيا وفي التفكير أيضا. فتتحول فكرة الرواية والرواية ليس إلى فنا أدبيا جماليا قائم على المتعة والإبداع، وإنما على فكرة أنها نصا معرفيا ثقافيا سياسيا أيديولوجيا. هذه توافقية مع العصر التفكير، وهذا ما جسده أمامنا عبد الجبار الحمدي في أوله. حاول أن ينقلنا من جانب المتعة والإبداع والجمالية وهذا التعريف المتعارف المستهلك من صحة التعريف. وأنا أمين يجوز تطلب يرضى علي ستارة الله علي، أعتقد أن هذا يسلم تمام. لذلك أنا أميل له ثقافي أكثر. اليوم عبد الجبار يجسد هذه الجهات هي روح العصر، ولا أظن بعد هذه الأحداث الأخيرة والذين كانوا يشككون في نظرية المؤامرة التي تناولها بعد جزيرة الشيطان وجزيرة جيش أكسل الأمور تجمع. هنالك قوة حكيم بسبب راح عبد في هذه اللغة. إذا هو سبق العصر حول مصر وإلى مصر، وهذه الرواية الأدبية. إخوان، قضية الأدبية والجمالية مطلوبة، نعم مطلوبة جدا، لكن نحتاج مزاولة بين أخرى. وحينما أقرأ نصا أدبيا شعرا نص أخرج القضية الحكيمة بالإضافة إلى المتعة والجمال. يتضافر الثقافة والفلسفة والفكر والأيديولوجيا مع جمالية النص، لا ضرر في ذلك. وهذا حقيقة ما تناوله. أحب أن أختصر كثير من الأمور، سأختصر إذا ما صار يعني ما إن شاء الله سنختصر هذه المقالة. وأنا سبق وكتبت عن هذه نعم الجزء الأول دراسة مطورة المؤامرة الكونية. المؤامرة الكونية وسيكولوجية الشخصية وسيكولوجية نعم الشخصية الرئيسية، وحتى أحد الأخوان في مصر قرأها وإن شاء الله نشرت في كثير من الأمور. راح أنا ضايفت مقاصد راح أقسم أكثر، راح أقول النص حتى فكرة الرواية هي عوالم من الأفكار أو فكرة واحدة يوصلها الروائي إلى المتلقي بأنواع ثلاث. هو المتلقي للنص ليس متلقي منتهيا، ذلك المتلقي بسيط أو يسمى بالقوسين عادي في شخص لماذا في المجال الأدبي. ولدينا متلقى هو المتلقي المنتج، والمتلقي المنتج نقصد به الأدبيات في نفس الجنس. إذا أنا روائي الآن ويقرأ الرواية هذه يسمى منتج. لماذا؟ لأنه قد ينتج فكرة أو الموضوع. النوع الثالث هو المتلقي الناقد اللي يمتلك الآليات والمناهج والمدارس وخصائص الجنس وتقنياته وإلى آخره. الرواية اللي كتبها عبد الباسط كانت توافق المستويات الثلاث. إذا كنت متلقيا بسيطا فإن فكرة النص سوف تجد متجذبة. إذا كنت منتجا روائيا بلا شك قراءة هذه الرواية سوف تفتح لك المناطق الأخرى فيتشبه الفلسفة الإشراقية. وإذا كنت ناقدا أدبيا فذا سوف تجد ما لدى وقع من الضوابط التي في داخل هذا الرواية. أحسن. ما هي فكرة الرواية؟ ما هي فكرة الرواية؟ النص هو أن يقول فكرة نص جيد. أنا قرأت رواية قبل 3 سنين لأحد الإخوان محمد رسمي، وكان كبير جدا وعملت فيها دراسة أي دراسة للنصية، لكن كانت رواية جيدة. لماذا؟ هي رائعة، هو ما فيها فكرة، أي تصل إلى قضية ماذا يريد أن يقول الشاعر.
لكن كتقنين كفلان لا ولا في الفكرة الرواية أراد أن يوضعها ابن الجبار الحمدي هي ضرورة فهم نظرية المؤامرة والتنبؤ لخطورتها. هو الكاتب ما أراد يطرح نظرية المؤامرة، حقيقة فصل تفصيل كامل فيها، لم يترك مكانا إلا وذكر الماسونية القرآنية البصرية والصحيح. طبعا يبص في فرانكفورت في ألمانيا منبعها الأساسي، وقرأ كثير عن هذه المسألة، ونحن عندنا قراءة كثيرة ولديه مؤلف من صلاح كثير من الكتاب هذا ويسرون برامج بصدق الكتاب. يعني أكثر واحد هذه الرواية هو أعمل، لأن أعرف تفاصيل هذه القضية ودعوت إليها وكتبت بها وراجع من صلاح في صحيحتي منذ سنين. الرواية عبد الباري الحمدي أراد أن يطرح قضية هو فهم المؤامرة وليس المؤامرة. المؤامرة فهنا هو قضية التنبؤ لخطورتها. أخوان الفكرة الرواية إذا أريد كل واحد يجب على الفكرة أن تكون فكرة عاطفية. أي فكرة عاطفية المسألة دي ما تنجح، يعني تؤثر بالمتلقي، وأي فكرة في نص لا تنجح ما لم يتضافر التواشد العاطفة مع كل فكرة مع كل صراع. فكرة ما فيها صراع سواء كان الصراع الذات مع الآخر أو صراع الذات مع الذات، كما في قضية طبعا القضية تستثنى رضا الحمد. وأنا أحكي لك أقول عن الجبار حافظ براحتك حبيبي. تلغى الألقاب قضية العاطفة موجودة، لأنها من أين تولدت عاطفية الفكرة في هذه الرواية؟ من أين تولدت العاطفية في هذه الفكرة؟ العاطفة تولدت من مساحة الخوف. الصراع تجسد في قضية صراع أنا مع الذات أصحاب المؤسسة والبيت السوداني، وصراع الأنا مع الذات عن طريق العسل. وكتبت عن دراسة نفسية في الأول، ولا زالت الحالة النفسية ملازمة لصراع الذات عن طريق العسل، وهو الدقيق الذي يدل في حكم الشرق الأوسط. هذا الطرح التزاوج ما بين عاطفية الفكرة وما بين الصراع بشكل كشف لنا رؤيوية الكاتب حول الأمر، وهو الطبع الذي يحمل. اخوان المسألة الفرق بين الرؤيوية وبين الرؤية بالصح، وهذا العمل يحتاج فيه الإنسان فيه، والمقوم لا يحرز الجديات الرواية ومحتفظ بها وضعها. الرؤية ما يعرف الرؤية نص. اخوان الرؤيوية الثاني هذا الرؤيوية تنبؤ أفكار. هاي الأفكار يمضيها إما يمضيها إنها نقائص ولا دم لحم. الراوي هو السائل المتوهم التحقيق سواء موسع أو غير موسع يشوف في رؤية أو تعبير جو كوهين هذا إما يمضي سلمان يمضي إلى متلقي المرء له يحمل العلم. فعبد الجبار حمد كشف رؤيته من خلال عاطفه الفكره ومن خلال جمله الصراع، وكشف لنا على انه شخص يحمل الروايه والفكره. هذه الروايه هذه رساله الى الاخرين، ورساله حقيقه تعب فيها الحمد كثيرا، تعب في تحسين المادة الموظفة أكثر من كتابته لفتوى التدريب. أنا أقول الرواية معروفة،
مكان زمان ما كان يلم ولا يقراوي ولا هو حافظ، لكن الشخص يشوف كل المعلومات ربما يكون روايه في مزور بضع ايمان مع الشيطان، وجلد واحد يشرح كل الفلسفه الاوروبيه، ما يحتاج الفلسفه الاوروبيه، ما تحتاج تقرا الماسونيه حينما تقرا هذا الكلام باسلوب دوري. هل ان طرح الفكره في هذه الروايه جاء بشكل مباشر؟ لم يجد بشكل مباشر، وهنا تكمن كلمه الابداع. هو يقول النقاط اذا اردت ان تكتب روايه اقص لا تفصح عن الفكره في داخل اثبت المتلقي. ماذا افعل؟ ادرك فكرتي تذوب في جميع عناصر السرد، او تطور الشخصيات او المكان الزمان والتلقي تستشفها ويجمع تشابهها حتى يكون عندي ابداع جمال. هذا ما درسناه في روايه حوالي السبع. انا حتى اختصر نكتفي دكتور لو كلام طويل ان شاء الله تصير دراسه مفصله. بالحقيقه نحن امام منجز كبير جدا الى مصاحف عالميه. كل التوفيق للكاتب وشكرا لصراحتكم ودعوات الحمد لله رب العالمين وصلاة محمد ونبيه الطيبين. الله يحفظك. شكرا جزيلا دكتور. شكرا. شكرا لك دكتور حبيبي. الله يعزك. الله يبارك فيك ويحفظك. تسلم. الان مع الدكتور صباح محسن كاظم. اتفضل. حبيبي. ها؟ اي عليكم السلام، حياك الله. شلونك؟ الله يسلمك. بدعت والله. تفضل. سعدتم مساء أيها الأحبة، ودعاء خاص كان من مكة المكرمة والمدينة للجميع. حقيقة لن أنسى أحدا منكم. عبد الجبار الحمدي ورواية السوسيو تاريخية، قبل أعوام كلفت بتقديمه في منتدى تشكيل الرواق، وأخبرني أن هناك مشروعا روائيا سيكون حقيقة مغاير للسائد السردي سواء في العراق أو السائد العربي. اعتادت الرواية أما تكون سير ذاتية أو أدب رحلات أو فانتازية أو بوليسية إلى ما شابه ذلك، وتبتعد نوعا ما عن ندحج الشيطان. طبعا بها محاذير سياسية، لكنه هو أقول اقتحم هذا الجانب السيكولوجي في نقول وكر الشيطان، أكبر منظومة شيطانية. هو استعان سألني عن أسئلة تاريخية وأراد مصادر وكذا. أنا حقيقة بدأت أقول لكم في عام 86 بالذات القراءة في الماسونية والفكر الصهيوني، وكان هو مشروع كتاب حقيقة، وبعدين أتلفته يعني. اطلع عليه نعيم عبد المهلهل وأراد أن يكتب مقدمة، قلت له عوف. عموما فأخواني، هذا العنكبوت الذي يخطط لإدارة العالم وفق سياسات واستراتيجيات ومصالح وأجندة اقتصادية وسياسية وثقافية، توج الآن بذروته بالعولمة، وتوج بآخر الأحداث العالمية هو في غزة وكيفية هيمنة الغرب عن ذلك. بالطبع أول من تنبأ ذلك أدوارد سعيد في الإمبريالية والثقافة، وأيضا شومسكي أيضا في 11 سبتمبر حينما أعلن صراحة هو يهودي أمريكي في كتاب 11 سبتمبر مر عليكم جميعا يعني. أعلن أن الذي يدور العالم هم اليهود،
وأن كل الحروب التي تحصل في المناطق هي أصلها يهودي. بالطبع اختبرت هذه الأفكار في ذهنية الأخ الحبيب الأستاذ عبد الجبار الحمدي ليتوج لنا رواية مختلفة، رواية فيها عمق، فيها ميتا سرد كان يرافق السرد والفكرة الأصلية والرؤية التي ذكرها الأستاذ محمد. فكانت هذه الرواية التي هي قد تعج بما يخطط له من سايكس بيكو وقبل سايكس بيكو، لأنه يعني رجع إلى عام 1700 والبذور الأولى عند حركة البنائين وكيف كانوا يخططون للهيمنة على الهيكل العالمي، ولهم مطامح كبيرة. هو هذا الشعار من الفرات إلى النيل ينبغي أن يطبقوه، هكذا يريدون في رؤيتهم الغربية. حتى الكتب الأخيرة اللي صدرت يعني 2026 اطلعت عليها واشتريت قسم كثير منها من معرض القاهرة الدولي يتناولون ذلك. بالطبع الآن المعلوماتية، الاختراق المعلوماتي، محاولات حقيقة الدخول إلى تفكيك الأسرة، وبالتالي عند تهشيم وتحطيم المجتمعات بالإمكان السيطرة على الدول وأضعافها. يعني حنظلة هو يمثل يعني النموذج اللي يحاول أن يتلاعب بمصائر الشعوب. ماذا نفعل قبال ذلك؟ هنا السؤال. الرواية مضمرا تريد أن تقول ينبغي أن يكون المجتمعات سواء العراق، لبنان، مصر، والتنوير العربي، تونس، المغرب، الجزائر، إنها تكون واعية لتلك المخططات الانجلو أمريكية. كنا بأدبيات الستينات نقرأ في طريق الشعب يوميا في الندوات الأخوة الحزب الشيوعي أن الإمبريالية ذات أنياب، وهذه الأنياب تحاول قبض العالم. بالفعل هذا الآن شفناه. احنا قلنا الشركات الاحتكارية ولت من خلال عبد الكريم قاسم، من خلال عبد الناصر، من خلال بعد، ربما أنا عندي إشكالات كبرى على سياسة عبد الناصر، ربما يكون أحد أقطابهم هو. في الماسونية زرعت حكام عرب موالي. أكبر شيطان كان في تاريخ العراق هو يمثلهم صدام. ربما تستغربون أنتم ذلك. عجيب يعني عجيب. نفذ السياسات الشيطانية الغربية الأمريكية بحذافيرها. العرب شو يصيحون؟ هسه روح للأردن، قالوا يا صباح كافي انت تحكي على صدام. مصر نفس الشيء، السايق بالسعودية نسينا. يعني شوف الغسل الأدمغة العربية على حاكم مجرم قاتل. نفذ مخططات شيطانية. هكذا يريد يفصح عبد الجبار إن للمثقف سواء كان الروائي، الرسام، الباحث، الشاعر، عين مبصرة ما لا يدركه الآخر. الإنسان الذي منشغل في رغيفه، منشغل في عيشه، منشغل بهموم الماء والكهرباء والقضايا الاجتماعية. فهم يحاولون حقيقة مد خيوط. أراد الروائي في هذه العوامل السبعة في الجزئين الأول والثاني. أنا قلت الجزء الأول ينبغي متمميتي بعبارتي اللي كتبت عنها في مصر في مجلة النيل والفرات. قلت ينبغي أن يكون هناك جزءا ثانيا ليتمم خيوط اللعبة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله. شكرا جزيلا. الله يبارك فيك. شلونك يا استاذ طارق قلبي؟ اشتاقين؟ شلون حالك؟ سوي بنور قلبي شلون؟ الله يخليك. الله حبيبي حياك الله ابو احمد. الله يحفظك. الله يبارك فيك. شلونكم قلبي؟ شلون حالكم؟ شلون صحة زي قلبي؟ الله يحفظك. الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم. لا بعد يوم صبر الله محمود. طبعا دكتور محمد، دكتور صباح ما خلوا شيء، أفاضوا حول الرواية كثيرا. شكرا. لأنه كانت الرواية تخاطب ثقافة المرء، ثقافة المتلقي، واستنطاق مكنوناته حول العالم. لأنه هذه الرواية ممكن تصنيفها عالمية، لأنه
ما كانت تشتغل على المحلية بقد ما كانت تشتغل على العالمية. وبنفس الوقت المتلقي مالها يعني من طراز خاص أن يكون مثقفا، لأنه مو كل إنسان يهتم بموضوع الماسونية والصهيونية وربما يتلقاها من خلال الأخبار، لكن كثقافة يعني قليلين اللي يهتمون بهذا الموضوع. هنا الروائي اختار موضوعا مهما وكبيرا، ولكن لأن الموضوع واسع أحب أنه استشهد بعض السطور للمنظر عبد الرزاق الغالبي، وهاي تقريبا تختصر هواي من الكلام. يقول في المقدمة اللي هي في الجزء الثاني، بالمناسبة هذا الجزء الثاني وليد الجزء الأول، وبالإمكان الروائي أن يكتب أجزاء أخرى، لأنه الجزء الأول كان بنهاية مفتوحة حتى القارئ للجزء الأول يفهم أنه هناك جزء ثاني وثالث ورابع، ولكن ولا أعتقد أنه هذا الجزء الثاني سيكون خاتمة، لأنه ختم الجزء الأول ولم يختم الجزء الثاني. وأعتقد لأن موضوع الماسونية واسعا ومتجددا، وآخر أحداثه جزيرة الشيطان بالسين وما تعرفون عنه، لكن نخوض فيه من الناحية الثقافية. هذه الخلاصة اللي استشهدت بها حتى أقرأ الدراسة. يقول لا إن الكاتب حين يكتب، يقصد الكاتب عبد الجبار، حين يكتب ينطلق من مخزوناته السيكولوجية، فهو لا إن الكاتب حين ينطلق مخزوناته السيكولوجية ما عدا الكاتب عبد الجبار الحمدي، وهو انطلق بكل جرأة من مستوى وعيه الخاص والمخزون الثقافي لوعيه من ثقافات خارجية موروثة من قراءات وتجارب لم تنطلق من تراكمات سيكولوجية. يعني احنا عندنا مفهوم انه الكاتب وليد بيئته، يعني يصنع احداثه ويصنع افكاره من البيئة. هنا يشتغل الراوي على من خلال النص الرواية يشتغل على ثقافته، يعني هو يخاطب الذهن هنا، ما يخاطب العواطف. العواطف هنا بالنص قليلة أو ما موجودة، يعني يترك المتلقي من يتلقى المعلومة ينفعل وياها ويشوف ردود فعله شنو هي، اللي هي هاي تعتبر جزء من ما أراد إيصاله الروائي إلى القراء. فهذه بصراحة استشهادة أنه الرواية مكتوبة لمخاطبة الوعي أكثر ما مخاطبة العواطف. أدخل السلام إلى الدراسة. أنا بصراحة لأنه الرواية واسعة وكبيرة وممكن أنه يكتبون فيها نقاد يتناولون البنية ويتناولون الجوانب السيكولوجية والسوسيولوجية والتروبولوجية، يعني اكو امور هواي كثيرة تطرق لها الراوي في النص، لكن تحتاج الى وقت، يعني وقت طويل يعني او اكثر من شخص يكتبون بها. لذلك اقتصرت هذه القراءة او الدراسة المختزلة على النهاية المفتوحة وبناء العقدة الحلزونية. النهاية المفتوحة أقصد بها طبعا الجزء الأول. أنتم طبعا ما اللي استنانا أنه قرأ الجزء الأول راح يلاحظ أنه النص أو الرواية مفتوحة، يعني أكو جزء ثاني وثالث ورابع. فتمهيد للقراءة يقول تشكل الرواية العوالم السبع بجزئيها اختبارا حقيقيا لقدرة الكاتب على إدارة الزمن السردي وتوليد العقدة عبر الامتداد. وفي العوالم السبعة الجزء الثاني لا تبدو العودة إلى العالم الروائي استنطاقا حكائيا بقدر ما هي توسيع درامي لبؤرة توتر لم تغلق في الجزء الأول.
فالنهاية المفتوحة هناك لم تكن نقصا في الإحكام، بل كانت استراتيجية واعية لزرع عقدة مؤجلة انفجرت هنا على نطاق كوني أو عالمي. هذه الدراسة تحاول مقاربة هذا الخيار الفني من زاوية بنية العقدة ووظيفتها الجمالية والفكرية. أولاً، النهاية المفتوحة بوصفها مولداً سردياً. النهاية المفتوحة في الجزء الأول أدت 3 وظائف بنائية. طبعاً احنا بالمناسبة أحب أشير إنه احنا ندرس الرواية على المنهج الذرائعي، لأنه احنا وجدنا في الرواية اهتمام وظيفي في الكتابة، لأنه الرواية مشغول بإيصال أفكار أو استنطاق أفكار وتصحيح أفكار، أو يحاول أنه يشرحها من خلال الشخوص حتى يوضح فكرة يعني أو مصطلح شائع لكن غير مفهوم للجميع. لذلك هو يخاطب عينة معينة مخصصة من المتلقين يعني تفكير لمعرفة الأثر. يعني هنا يدرس أفق التلقي، يعني احنا بالمصطلح النقدي نقول أفق التلقي. هو هنا يريد يوصل إلى أنه هذه الأفكار أكو إلها صدى وإلها فهم يعني يتماهى مع أفكاره اللي كتبها من خلال الرواية. يقول النهاية المفتوحة في الجزء الأول أدت 3 وظائف بنائية: تعليق المصير، يعني بقاء شخصية القديس حنظل في منطقة احتمالية غير محسومة. تأجيل الانفجار، طبعا أجل الانفجار من الجزء الأول إلى الجزء الثاني اللي هو سماه بالعشاء الأخير. تحفيز الامتداد النصي، خلق ضرورة داخلية الجزء الثاني. يعني هو من كتب النص الجزء الأول كان من خلال الكتابة يعني تحسس انه القارئ انه اكو جزء ثاني، يعني القصة ما منتهية. هكذا تتحول النهاية المفتوحة إلى بذرة عقدة جديدة لا إلى نهاية ناقصة، إنها حالة من الإرجاء السردي الذي يبقي التوتر في حالة اشتعال حتى بعد إسدال الستار. ثانياً، من العقدة الشخصية إلى العقدة الكونية. في الجزء الثاني تتضخم العقدة من مستوى فردي إلى مستوى عالمي. لم يعد الصراع محصوراً في صعود رجل أسود البشرة داخل هرم ماسوني أبيض، بل أصبح صراع القلة والكثرة، وصراع النخبة مع القطيع، وصراع الهيمنة وإعادة تشكيل العالم بالمنظور الماسوني. طبعا هذا التحول يشي ببناء حلزوني حيث تدور العقدة حول ذاتها لكنها تتسع في كل دورة. فالخصومة مع محفوظ ورؤى طبعا شخوص بالرواية ليست سوى الطبقة الظاهرة لصراع أعمق يتصل بإدارة النظام العالمي. ثالثاً البنية الحلزونية للعقدة. يقول تعتمد الرواية على تركيب مستويات الصراع: مستوى نفسي، الشك والخيانة والطموح; مستوى سياسي، مشروع مرحلي لإعادة ترتيب العالم; مستوى فلسفي، نظرية المليار الذهبي. طبعا هاي المفردات أو هاي المصطلحات أنتم مر عليكم بالأخبار، لكن هو يحاول الرواية أنه يوضحها من خلال الرواية بجزئيها يكون مفهومة للجميع، لا تبقى يعني حبيسة المصطلح. مستوى معرفي، تزييف الوعي عبر الإعلام والذكاء الاصطناعي. طبعا احنا كلنا نتلقى علومنا أو أخبارنا أو ثقافتنا عن طريق الإعلام، وأخيرا عن طريق الذكاء الاصطناعي، وربما تتفاوت نسبة الثقة بيننا وبين بالمعلومة، لكن حسب مستوى المعرفي للشخص. فهناك تزييف، وهو يحاول الكاتب من خلال الرواية انه يعني يشيل هذا الغبار او هذا المضلل للمعلومة، ويقدم معلومة
صحيحة من خلال يعني استنباطه، ثقافته، معرفته، من خلال نصه اللي هو يخاطب الثقافة والذهن. هذه المستويات يقول لا تتعاقب زمنيا بل تتشابك فتنتج عقدة مركبة لا تفك إلا بالانفجار الشامل اللي هو مشهد العشاء الأخير. طبعا هاي بالرواية المشهد العاشر أو الفصل العاشر هو مشهد العشاء الأخير بوصف نتيجة طبيعية لتراكم طويل لا حدثا صادما معزولا. رابعا مشهد العشاء الأخير وانغلاق الدائرة، يقول تنتهي الرواية بمشهد تسمم إشعاعي جماعي في استعارة واضحة لفكرة النهاية التي تلتهم نهاية العالم طبعا. هنا تتجلى المفارقة، المنتصر مهزوم، المخطط واقع في فخه، السلطة تدمر حامليها. هذه النهاية تبدو مغلقة حدثيا لكنها مفتوحة دلاليا، تطرح سؤالا وجوديا: هل يمكن لمن يدير لعبة العالم أن ينجو من قوانينها؟ طبعا هذا السؤال ما أحد يجاوب عليه، لأنه معظمنا اللي نعرف واللي ما يعرفون لا يعرفون الماسونية قيادتها وين ولا وين موجودة وفي أي جزء من العالم. وانت تقرون الرواية راح تلاحظون أنه الأحداث موجودة في كل العالم، يعني لا يصير ببالكم أنه هذه الأحداث تحدث في المنطقة العربية، لا موجودة بكل العالم. خامسا الرمزية وبناء التوتر، يقول تحمل أسماء الشخصيات دلالات متعمدة، يعني الراوي وضع الأسماء مو عفوية وإنما يريد من خلالها يوصل. يعني مثلا بطل الرواية حنظل، قديس حنظل، مرارة الواقع ودواءه معا. فتنة شخصية من الشخصيات، الفوضى التي تدار بذكاء. محظوظ مفارقة الاسم والمصير، رؤية معطوبة بالطموح. الرمز هنا ليس زينة لغوية بل أداة في تصعيد العقدة، لأن الاسم يحمل نبوءة المصير. سادسا البعد الطبقي والعرقي في تشييد العقدة. بالمناسبة حنظل لونه أسود ويشتغل في منظمة اللوردات بها والأشخاص بها من البيض. أحد أهم محركات التوتر هو التمييز العرقي والطبقي في تعامل اللوردات البيض مع حنظل، وهذا التوتر يستثمر فنيا ليجعل الصعود أكثر دراميا. العقدة لا تقوم فقط على المؤامرة السياسية بل على مواجهة تاريخية بين المركز والهامش، وبذلك تتجاوز الرواية خطاب المؤامرة السطحي إلى مسألة البنية العميقة للسلطة. طبعا ما جاء من خلال إفاضة الدكتور محمد هو صحيح جدا أنه على موضوع المؤامرة وسماها المؤامرة. لذلك معالجاتنا الذراعية للنص أنه إحنا نتعامل مع خطاب المؤامرة السطحي إلى مساءلة البنية العميقة للسلطة. سابعا قراءة ذراعية في الوظيفة الفنية. من منظور ذراعي يمكن القول أن النهاية المفتوحة في الجزء الأول أدت وظيفة إثارة الامتداد السردي في الرواية في الجزء الثاني. الجزء الثاني وظف الترقب المتراكم لتعظيم الأثر. العقدة لم تبنى على المفاجأة فقط بل على التراكم النفسي والفلسفي، فإن البناء حقق فاعليته عبر تعليق الإشباع وتأجيل الحسن مما عزز الأثر الجمالي والذهني معا. طبعا أنا دائما أحب أستشهد بزملائي اللي حضروا وأكد أنه الدكتور محمد كان موفقا في هذا الجانب، لأنه كان يأكد على العقدة ويأكد على المؤامرة ولا يعطي أنه يا أخي شغل القارئ أنه الأثر الجمالي أو الشكلي هو لازم يكون الأهم، لا بل هناك معرفة، يعني معرفية ووظيفية للنص. ثامنا اللغة والواقعية الدولية، وأنا طبعا أطلت عليكم. يقول أشار المنظر عبد الرزاق الغالبي إلى أن الرواية تبدو كأنها نص مترجم لشدة واقعيتها الدولية، وهذه السمة تخدم بناء العقدة لأنها تمنح الأحداث مصداقية تجعل القارئ يتعامل معها بوصفها احتمالا واقعيا لا مجرد تخيل. بالمناسبة كل احنا نتصور الراوي أنه هو يكتب من وحي خياله. بالمناسبة وهي طبعا تخلي ربما تخدع القارئ، يعني
انه هذه الروايه استشهادات بها او بها مذكوره امور واقعيه ومالوفه له، بس هي بالحقيقه هو هنا مراوغه بالنسبه للراوي، مراوغه فكريه وذهنيه للمتلقي، حتى يكون شلون يستفزه او يحفزه او يعمل له عصف ذهني من هالباب هذا. خلاصه، لقد نجح الكاتب عبد الجبار الحمدي في تقديم بنيه سرديه تقوم على الارجاء والتراكم والانفجار ثم الانفتاح التاويلي، وهي بنيه تؤكد ان الروايه لا تكتفي بسرد صراع على السلطه بل تعري آلاتها. وشكرا لكم على سعة صدركم. شكرا. المبدع وعليكم السلام ورحمة الله. المايك بيده. أنا وريق أسوي موها. حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تكلم به الأخوان يكفي. أنا كتبت وريقة عن الأستاذ رواية العالم السبع للقاص عبد الجبار يمتزج أسلوبه بالسرد القصصي والتأمل الفلسفي بطريقة جذابة لفكرة الفلسفية عن تعدد العوالم السبع لفتح باب النقاش حول الواقع والوجود، تمثل مراحل متخلفة حياة الإنسان مثل عالم الطفولة، عالم الحب، عالم الفقدان وغيرها. كل عالم يمثل تحليلا أو درسا يجب على حنظل العسل أن يتعلمه، فهي تدور حول البحث عن الذات ومعنى الحياة. أخذت نص من الرواية: عزيزتي فتنة، أظنني بلغت من خطوط النهاية كثيرا، رأيت التي أطلت الوقوف عند ذلك التمثال السابع، أليس كذلك الذي كان مرسوما عليه عدة رسوم يعكس السنة الباقية؟ تساءلت طويلا لماذا يحمل 3 رموز والذين سبقوه يحمل كل منهم رمزا واحدا. يقول هنا أنا مختصرة. تحياتي للأخ العزيز عبد الجبار، متمنيا له مزيدا من العطاء والإبداع، واختمها: اللي يزرع ورد بيده مو بالسلة يفيده، اطرد جميع الناس. وشكرا. المايك تغير. هذا هو علم. لا، هي فكرة إذا تسمحوا لي أريد أعلق تعليق بسيط بالنسبة للرواية. يعني أنا دائما عندما أكتب بأي رواية أعتقد أن الرواية هي في على مر العصور هناك تراكمات وأفكار. يعني إحنا لما نقرأ الأدب الروسي في أوج عظمته كان لهم شخوص مميزين ومعينين احتاجوا واقتحموا تلك الفترة بنتاجات ما ممكن أن تعاد. أي كاتب الآن لا غير يعني ممكن ومستحيل يعني واحد يكتب بنفس مثلا ديستوفسكي أو فيكتور هوغو أو إرنست هيمنغواي، لأن المعاناة والعصر اللي كتب به كان يختلف. نعم، هو أنا أشبه دائما هناك مثل ياباني يسمى جينتسوجي، اللي هو هذا الفن، فن إعادة ترميم الفخار النفيس. لما ينقطع هذا ويسقط يكسر تروح مع ذكريات، لأن كل حاجة في البيت أو الاقتناء نسيج متكامل. نعم، فيعمدون إلى مادة صمغية معينة تخرج من الشجر، يقومون أيضا بطحن الذهب أو البلاتينيوم أو الألمنيوم، يضيفون رطب هذا الكسر فيصبح أكثر جمالا بالشكل ويصير أكثر نفيسا ويخلد. هو رغم أن هذا البروز يعني يشوه، لكنه يشوه بجمالية معينة، منظور نفسي، مثل واسابي وابي اللي هو أيضا فلسفة يابانية. فإحنا الآن الأدب اللي نكتبه
ربما هناك مراحل مرت مثل الفخار، ربما أصبحت فترة معطوبة، جاء أحد الكتاب أراد أن يرتق هذا العطب بنسيج معين من هذا الخيط. فكل ما نكتبه الآن هو إرهاصات ونتاجات وأفكار وشخوص كان لهم بصمات كبيرة وبقت بالنفس. يعني احنا أن كرنينا واحد من يقراها 100 عام من العزلة من يقراها تشعر أنك لازلت تعيش في نفس الفترة دي، لكن بوجه حديث وأيضا بشكل حديث. فالأدباء كل قاطبة، وأنا من خيط من هذه الخيوط، ادرك أن الأدب لا مساحة له ولا حجم ولا بعد، مفتوح دائما يستقطب كل الأفكار بماهيتها ومعيتها من سلبيات وإيجابيات. نحن مرآة عاكسة، ولكن تعكس الحقيقة المرة التي نشعر بها ونخاف أن نجر بها. لماذا؟ لأن هناك سلطة. أنا يعني حتى هذا الكتاب عرضته بمعرض بغداد الجزء الأول، رفضوه بالعرض، قالوا ما نرضى، اللجنة الموجودة هناك رجعوا لي قالوا ما نرضى هذا الكتاب لأن يسبب لنا مشاكل، يسبب لك مشاكل. فامتنعت، فتأخرت بكتابة الجزء الثاني، وبعدين جازفت، قلت الإنسان يترك له بصمة. فحاولت أني أنا أعطي وجهة النظر الحقيقية لكل الحكام، عرب أجانب، بشتى أنواعهم، هدفهم واحد وهو السلطة، المعاندة، الحكم، الفقر، يعني طريقة مختلفة. الإنسان هذا كله يعاني وينظر إليه، لكن ما إلا القلم. أنا كانت يعني سلاحي القلم، وأرجو أنه ما يودي بيده يعني. لا هو والمجازفة، شكرا جزيلا. المجازفة في الكتاب أستاذ عبد الجبار والسادة الحضور، يعني هي الطفرة الوحيدة اللي ممكن تنقل الشخص من مرحلة إلى مرحلة أخرى. أما مسألة القبح، فالقبح العلماء الفلاسفة القدماء أنه لا يوجد قبح في هذه الأرض. القبح موجود في وسط هذا المكان، أما إذا نقل إلى رواية أو إلى لوحة حسب جريمة قتل، إذا نقلت إلى لوحة معينة تحمل فن جمال، لكن هي حقيقتها مؤلمة جدا. فهذا كل اللي موجود به الوقت الحاضر هو جاي نعيشه منذ 1700 سنة تقريبا. يعني هذه هي الماسونية، انبنت على تجارب، على العالم، والخوض بها بالوقت الحاضر جريمة يعتبر. يعني مثل ما سووا اليهود، يعني ممنوع يكتب عنهم مسرحية شكسبير نرجت أو بنس، لغوها من التاريخ كله، وهو متحدة لغتها يعني، لأنه يتحدث عن اليهودي في طريقة سيئة واللي هو شايلور. فهي احنا جاي تتحكم بينا ماسونية عالمية، فممكن انه يمنع كتاب، ممكن يغير كتاب. اذا تسمحوا لي اكو دراسة نقدية الدكتور خالد محمد عبد الغني من مصر، يعني ذمم على الاستاذ عبد الجبار انه تقرأ في هذه الجلسة. أقرأ جزء من الفقط. بالضبط. يقول: عرفت من قبل محمد عبد الجبار النفري، وأسرني عالمه الإبداع الصوفي، وعرفت اليوم عبد الجبار الحمدي، وكلاهما من العراق، الذي أحب، ويحملان نفس الاسم الذي أفضل معناه الذي يشير إلى الحكم والملك. يستحق الأديب العراقي الكبير عبد الجبار الحمدي، ويستحق كذلك السادة الحضور الكرام والقائمين على هذه الأمسية قراءة أكثر تفصيلا وإحاطة وشمولية ونفاذا إلى الأعماق التي تقودنا إليها الرواية، وأيضا يقودنا إليها العالم الإبداعي الخاص بالكاتب المبدع الأستاذ الحمدي. وبخاصة أن هذا اللقاء هو الأول بحضراتكم، واللي يقصد أنه تقرأ أمام حضراتكم الدراسة. نعم. ومبدعيه وعلماء وثقافته اهتماما كبيرا تجلى من قبل فيما كتبت عن مؤلفات عالم النفس العراقي دكتور حيدر اليعقوبي أو اليعقوبي، وتناولت بالعرض والتحليل كتاب رايش والتحليل النفسي لمؤلفه الدكتور قيس العوالي سفير العراق بالقاهرة. يقول: عوالم السبعة رواية عبد الجبار الحمدي تكشف ما تخفيه وجوه الماسونية والهيمنة العالمية لدول الغرب والعرب. العرب اللي عرفناهم بالمرحلة الأخيرة بعد جزيرة الشيطان أو جزيرة
فهي تشبه كثير من الوجوه العربيه واللي محتلين تقريبا الساحه العربيه والهيمنه هم ايضا ضمن سلسله الجزيره، الذين يملكون الخطر الحقيقي على الشرق الاوسط. وتدور فكره الروايه تسليط الضوء على جانب مظلم ينسج تحت الكواليس بمؤامره كونيه بدأ أصحابها أصحاب المجلس السداسي الماسوني في الإفصاح عنها في السنوات الأخيرة، فتناولتها العديد من المؤلفات وأنا قرأت كثير منها، ولعل قسم منها في ذاكرتي أحجار على رقعة الشطرنج، وإسرائيل بين اليهودية والصهيونية، وحكومة العالم الخفية والصهيونية، وخيوط العنكبوت والضباب الأحمر فوق أمريكا. اللافت في الموضوع في الأستاذ الحمدي لمستوى تعقيد هذا المنحى السياسي ودقته المؤامرة الكونية والماسونية. طبعا سرد أكثر من 16 صفحة تقريبا، يعني الصعوبة لا إرادة جلسة خاصة وتفصيلية لها، فنكتفي بالقدر هذا. الآن إذا أكو كلمة للأستاذ عبد الجبار، كلمة أخيرة، ومنها نبدا باب المداخله والمناقشات. الحقيقه انا ما يسعني الا ان اشكر تواجدكم وحضوركم، يعني حقيقه اليوم شرفتوني واعتز بالجميع اخوه واصدقاء واحبه. شاكر لكم وتفضل وانحني لهذه القامات الابداعيه المتواجده. شكرا جزيلا لكم. شكرا استاذ. اذا اكو مداخلات اسئله نتقبلها. هذا قدم شهادات تقديريه. اكو؟ لا ما الشهادات. طيب نختم وبعدين نقدم لا الشهادات هو. لو شهادات في البدايه، الشهاده التقديريه للاستاذ عبد الجبار الحمدي. لا هو لا الكلمه ختاميه يعني للامسيه نقيها. سيدات الساده، في نهايه هذه الامسيه لا يسعنا الا ان نقول اننا لم نسمع فقط الى كاتب، نستمع الى كاتب، بل استمعنا إلى زمن كامل وهو يتكلم. الأستاذ عبد الجبار الحمدي لم يكتب من برج عاجي، بل كتب من قلب المدينة، من ضجيج الشارع، من هوس المدينة، من دمار العالم، من هم المواطن ومن ذاكرة بلد تعلم أن يحلم رغم كل شيء. هو نموذج المثقف الذي لا يكتفي بالكتابة، بل يمارس دوره في المجتمع، يدرب ويؤسس ويشارك ويساهم. أيها الحضور الكريم، حين يكتب الروائي مدينته فهو يمنحنا عمرا آخر، وحين يكتب الإنسان بصدق فإن كلماته تصبح جزءا من الذاكرة. شكرا للأستاذ عبد الجبار الحمدي لأنه ظل وفيا للحرب ووفيا لمدينته ووفيا لفكرته التي يؤمن بها أن الأدب لا يمكن أن يكون ضوءا في العتمة. شكرا لكم جميعا على حضوركم وعلى أمسيات أخرى إن شاء الله. الآن الشهادات التقديرية التي تقدم الأستاذ عبد الجبار الحمدي.